الغرفة، ترسم أشكالا وهمية تتغير مع كل نفس هواء. كان علي جالسا في منتصف الغرفة، محاطا بصمت ثقيل لا يكسره إلا صوت دقات قلبه. كان ينتظر، لا يعرف ماذا ينتظر تحديدا، لكنه كان يعلم أن شيئا ما على وشك أن يحدث. تسللت نسمة باردة من النافذة المفتوحة قليلا، حملت معها رائحة تراب مبلل بالمطر. أغلق عينيه للحظة استعاد فيها ذكرى قديمة، ذكرى صوت ضحكة، صوت أغنية، صوت حياة كانت تملأ هذا المكان. الآن كل شيء صامت. علي؟ جاء الصوت خافتا كأنه همس الريح. فتح عينيه ببطء، لم يكن هناك أحد. هل تخيله؟ لكنه سمع اسمه بوضوح. نهض ببطء واتجه نحو النافذة. نظر إلى الخارج، كان الشارع فارغا، الأضواء خافتة، والعالم كله يبدو نائما. أنا هنا. جاء الصوت مرة أخرى، أقرب هذه المرة. التفت علي بسرعة، فوجد نفسه وجها لوجه مع نفسه، نسخة منه، لكنها تبدو أقدم وأكثر تعبا، وعيناها تحملان حزنا عميقا. لا تخف، قال الآخر، أنا أنت من المستقبل. تجمد علي في مكانه، الصدمة جعلته عاجزا عن الكلام. لقد جئت لأحذرك. تابع الآخر، لا تستسلم لهذا الصمت. إنه فخ يجعلك تعتقد أنك وحيد وأن لا أحد يستمع. لكن هذا ليس صحيحا. ماذا حدث؟ سأل علي بصوت متقطع. لقد تركتهم يرحلون. لم أقاتل من أجلهم. كنت خائفا من أن أجرح. تركت الصمت يأكلني. الآن ليس لدي سوى الذكريات وندم لا ينتهي. مد الآخر يده ووضعها على كتف علي. شعر علي ببرودة غريبة، وكأنها لمسة من عالم آخر. أنت لا تزال لديك فرصة، قال الآخر، عد إليهم. تحدث معهم. أكسر هذا الصمت. لا تدع خوفك يمنعك من أن تكون سعيدا. بدأ جسد الآخر يتلاشى ببطء، يتحول إلى ضوء خافت. تذكر، كان صوته يختفي تدريجيا. الصمت ليس نهاية القصة، إنه مجرد بداية. ابدأ قصتك الآن. اختفى الآخر تماما، تاركا علي وحيدا مرة أخرى. لكن هذه المرة لم يكن الصمت ثقيلا، كان يحمل معه وعدا وأملا. عاد علي إلى منتصف الغرفة، لكن هذه المرة لم يكن يجلس، كان يقف. أمسك هاتفه وبدأ في كتابة رسالة. أصابعه ترتجف قليلا، لكنه لم يتوقف. كان يكتب، يكسر حواجز الصمت، يكتب قصة جديدة، قصة لن تكون نهايتها على حواف الصمت، بل في قلب الحياة.